جايين بقى بيقولوا لي ايه النهارده الجو ساقع قوي يا ماما، واحنا عايزين ناكل اكل من بره كده، ريحينا بقى وايه اعزمينا. قلت لهم اعزمكم في الجو الساقع ده، بس تعالوا طالما الدنيا بتمطر لازم نعمل الاكله دي. طبعا الجو قالب بقاله كام يوم وانا كمان مش بعمل الاكله دي كده وخلاص، ده انا بعمل لها شويه تريكات بتوديها في داهيه، والله بتوديها في داهيه. يلا سموا بالله وصلوا على الرسول، وهاتوا بقى حله وانزلوا بواحده بطاطا كده مغسوله ومتقطعه وربع كيلو من الجزر. قلبي بقى كويس بالشكل ده وحمريهم في معلقه سمنه، اهم حاجه ان انت تحمري الخضار بالشكل ده. وكمان بقى هحط لكم تطبيق حلو قوي في الكومنتات، تحملوا من عليه كل الوصفات بتاعه رمضان ببلاش، في اكتر من 500 وصفه بدون نت. هتحمليه اول مره وهيبقى معاكي بتاعك بس كده. نزلت بقى بربع كيلو من الطماطم وكمان بصلتين و10 فصوص من الثوم، وقلبي بقى كل الخضار بتاعك ده كويس قوي لحد ما ياخد تشويحه. ربع كيلو بقى من العدس، ولو عايزه تزودي يا حبيبتي زودي، ما عندناش مشكله، بس انا استكفيت بربع يعني كفايه الحاجه غاليه. المهم قلبت كده بقى العدس مع الخضار بتاعي لحد بقى ما خد تشويحة حلوة. بعد كده نزلت بملح، كمون، مكعب من الماجي اللي عندك بقى. لو عندك شوربة ما تحطيش مكعب الماجي وانزلي بالشوربة بتاعتك بدال المية، لكن انا عشان كنت اعمله بميه فنزلت بماجي. ايه اديته كمان معلقه صغيره من البهارات المشكله ورشه من الفلفل الاسود، لان احنا زي ما اتفقنا احنا نعمله بميه مش بشوربه. بعد كده بعد ما العدس بقى اتحمر مع الخضار حلو قوي هغطيه بقى بالميه بالشكل ده واسيبه بقى مع نفسه لحد ما يستوي ويتهري خالص، كمان كل الخضار ده يبقى مهري تماما. طبعا هسيبه بقى لمده نص ساعه ويكون معاكي ايه مستوي وزي الفل. خلاص كده بقى استوى معايا، هناخده بقى ايه على بقى عم شحاته او على الخلاط اللي موجود عندك. انا هضربه بعم شحاته عشان في الحله كده منه فيه. الناس اللي سالتني على الهاند بلندر بتاعي هو نوعه كويس بصراحه، بس انا ما بقدرش اضغط على الزرار بتاعه، الزرار بتاعه جامد قوي واسمه مي انت، عشان انتوا بتخشوا تسالوني عليه دايما. بعد كده جبت الطاسه ونزلت بمعلقه كبيره من السمنه. انزلي بقى بسمنه بلدي، ده عدس بقى كتري كتري، بس انا السمنه دي مش بلدي. نزلت كمان ببصلايه وشوحتها كده، في ناس بتحب تعمله بالثوم والبصل وفي ناس بتحب بالبصل وفي ناس بتحب بالثوم، اللي يعجبكم اعملوه. على بال ما احمر بقى البصلايه واطش العدس بتاعي زي ما قلت لك ما تنسيش التطبيق اللي هحطه لك في الكومنتات، في وصفات رمضان كلها بدون نت بقى، النور قاطع مفيش نت هتشغليه ببلاش بتاعك ده بقى بتاعك خلاص. هسيبه لكم تحت في الكومنتات، بس ما تنسوش ان انتوا تحملوه على الجهاز عندكم بس، واعملوا لايك وشير وخلاص كده طشينا العدس بتاعنا. والله شويه عدس تحفه بجد في قلبك. شايفين لي بقى الجمال؟ شايفين لي الجمال؟ ايه رأيكم في شايفين لي الجمال دي؟ مش عارفة مين بيقولها، سمعته قبل كده. المهم بقى ايه هو كان تقيل معايا، انتوا احنا بنحبه كده، انتوا بقى عايزين تخففوه تعملوه بالشعرية براحتكم، انا شايفة انه كده تمام قوي. بس كده ودمتم بخير يا حلوين، باي باي.